طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام المشاهدون، اليوم يوم 7/7/2024، يوم الأحد. تعليقا على ما يجري في مؤتمر القاهرة، وقبل أن نبدأ عندي رسالة للإخوة في هيئة القيادة وقادات القوات المسلحة والجهاز الأمن والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى. كلكم تعلمون من هو سبب شعلة هذا الحرب في السودان، وأنا رضوان أبو قرون أقولها ثم أقولها ثم أقولها. بعد هذا التدمير والتشريد والنهب ممتلكات المواطن والترويع، لا مفاوضة ولا مساومة ولا مداهنة في مصير الأمة السودانية. الذين التقوا بحمدوك بالأمس، بعتبر أنا ديل هؤلاء دي تقديراتهم السياسية الشيء اللي بيعرفوهن، لكن بالنسبة لنا نحن كعسكريين، أو لو أنا رضوان أبو قرون موجود، والله لن أمد يدي في يدهم هؤلاء إلا اجتث حق الشعب السوداني والتدمير والترهيب. ما في حاجة اسمها مفاوضات، ده اسمه استسلام. مفاوضة مع عدو وطن، إنسان دمر بلد، نزح بلد، نهب بلد، عاس فساد وقتل ما قتل في أبناء البلد. بعد هذا الدماء التي فقدناها من أبناء الشعب السوداني في القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات والشعب السوداني والمستنفرين المقاومة الشعبية، ما داري مفاوضات. الشغل ان غلبتكم سلمونا الامكانيات، سلموا المقاومه الشعبيه ابناء الشعب السوداني والمستنفرين شايفين انهم ديل السلاح المتقدم، وانظروا ماذا يفعلون في هذا الجنجويت المرتزقه. انا لا افاوض لي انسان جاي غزو من دول الجوار. كيف ان افاوض مرتزقه تشاد؟ كيف ان افاوض مرتزقه النيجر وافريقيا الوسطى ومرتزقه ليبيا ومرتزقه جنوب السودان ومرتزقه اثيوبيا ومرتزقه غيرها من المرتزقات؟ كيف لا نمشي افاوض اقعد مع اجلس معهم في طاوله؟ لماذا لم تسالوهم من انتم ومن الذين يقاتلون هذا الشعب وبيسلبون في ممتلكات هذا الشعب؟ اني في هذا المؤتمر حتى لم اسمح السيد جبريل ابراهيم وغيره ان يقولوا ميليشيا ومرتزقه الدعم السريع، بالعكس قالوا الدعم السريع بس. لا، مرتزقه وميليشيا الدعم السريع التي اريدت ان تحتل هذا السودان. انا لا يهمني مطبخ هذا الامارات، ولا يهمني من المؤتمرات لانه هؤلاء الذين مشوا ما اعتقد انه في زول من المقاومه الشعبيه ولا الشعب السوداني فوضهم. نحن ابناء السودان ونحن ابناء المقاومه الشعبيه، وانا اسال اين ممثل المقاومه الشعبيه السودانيه المستغل ما عنده ولا لجهه، الرجل الوطني الغيور لمصلحه السودان وشعبه؟ اين ممثلكم في هذا المؤتمر؟ لانه الشيء ده فعلوه في عهد حكومه حمدوك، عجنوا عجينتهم وتفاوضوا مفاوضاتهم وقسموا كيكتهم، ولم يلتفتوا لمصير هذا الشعب السوداني ولا ابناء هذا الوطن في القوات المسلحه ولا في الاجهزه الامنيه الاخرى. كلام ده مر وحار، لكن دي الحقيقه. اي مفاوضات لن تتقدمها المقاومه الشعبيه او قادات وشرفاء الوطنيون المستغلون من المقاومه الشعبيه السودانيه تعتبر غير مفاوضات ولا مرفوضه وما مقبوله، لانه اللي عانى في هذا الحرب هو الشعب، سواء كان ابنائه في الجيش، سواء كان ابنائه في جهاز الامن، سواء كان ابنائه في الشرطه، سواء كان ابنائه في الاستنفار، سواء كان ابنائه في المقاومه الشعبيه، هم الذين الان يموتون في الدفاع عن العرض وعن الوطن الذي دمروه الخونه الذين هربوا ومشوا لدول الجوار، ويتحدثون هم وابنائهم في المفاوضات. من انتم حاجه تفاوضونا؟ نحن مفاوضاتنا بالقدوم العافن دي، والله ما بعد هذا الحرب ما خايفين من اي شيطان رجيم، ولا بنساوم ولا بنداهم في مصير الامه. صحيح في امر واقع الناس تعيش الان، في دمار، في تنزيح، في تشريد. يا جماعه هوي
ربنا ذاته أذن بالقتال، الذين يقاتلونكم فقاتلوهم، وأمر بالجهاد، وأمر بالدفاع عن النفس. صحيح دكتور جبريل إبراهيم قال حديث، لكن أنا بالنسبة لي بخبراتي المتراكمة الثورية والنضالية والعسكرية أنا أفهم ما بعد هذا الكلام، أعرف الحديث المبطن والغير مبطن. كون أصافح حمدوك دي بالنسبة لي أنا ذاته خيانة. كون أصافح القحاط الحرية والتغيير بعد قتل أبناء شعبي وتشريدهم واغتصاب حرائرهم ونهب ممتلكاتهم وتدمير دولتهم، أنا بالنسبة لي خيانة. والله لو ترسل لهم أدنى ناس عندي جنود بس نختارهم نقول لهم شوفوا فوضوا الناس، أرسل لهم ممثلين مقاومة شعبية يفاوضون، مش انتوا قلتوا كقادة الدولة جاب لكم مجتمع دولي وعليكم ضغوط دولية، سلموا الأمر للمقاومة الشعبية الشعب السوداني، خلي الشعب السوداني يمشي يفاوضهم، خلي المقاومة الشعبية تبي تفاوض، لأنه ده شعب. نحن مجرد قوات مسلحة مهمتنا حماية العرض والأرض والدفاع عن سيادة الدولة، لكن السلطة الآن والقرار قرار شعب سوداني. إن قال دار سامح الناس اللي يسامحهم، إن قال دار يعافيهم فليعافيهم، إن قال دار مفاوضات الشعب السوداني هو اللي يفاوض، مش تمشوا لي تختاروا لي ناس لمناصبهم أو مكاسبهم أو بأصواتهم حناجيرهم بتاعت النفاق يمشي يقعدوا يتفاوضوا لنا مع كلام فارغ ده. نحن غاية الذين يتحدثون باسم السياسة ويتفاوضون باسم الشعب السوداني في هذا الظروف، والله ما ناسنا. ما تقول لي تقديراتنا نحن وفلسفة وتنظير وكلام فارغ. نحن بنعرف قوات مسلحة، قادات القوات المسلحة إذا وافقوا بالشيء اللي بيمشي ده نحن ما موافقين به. نحن مع قواتنا المسلحة وحنكون سند لقواتنا المسلحة لآخر نفس، لكن عليكم الله ابعدوا لنا الشرذمة الصعاليق بتاع ان السياسة وقحت واحزابها. نحن كفانا خيانة، نحن دماءنا دماء رخيصة، شرفنا ما رخيص، تدمير بنيتنا التحتية ووطننا وتشريد شعبنا ما حاجة بسيطة ورخيصة عشان نساوي فيها، عشان نغفر فيها. العفو عند المقدرة واحنا ما عندنا مقدرة للعفو. واتمنى من المقاومة الشعبية في السودان ان تكون مقاومة مستغلة فلوتر ما تنتمي لأي جهة، لأن المقاومة الشعبية هي كثرت نية وأطماع الاستعمار في السودان. ليه؟ لأن المقاومة الشعبية قراراتها قرارات شعب وتوجيهاتها توجيهات شعب، فالمجتمع الدولي ما دار كلام زي ده. يجب أن تكثر أطراف وأيادي المقاومة الشعبية لا تقوم لا غائبة في السودان، لأن إذا قامت المقاومة الشعبية معناتها القرار ثاني قرار بقوي، لأن القوة الوحيدة اللي حتكون ساندة لجيشها الوطني، القوة الوحيدة اللي ما حتخلي جيشها يساوم بمصير بلدها أو يتخلي الخونة أن يهزموا قواتها المسلحة. دي المقاومة الشعبية. الرسالة دي شيروها، خلوها تصل أي زول. إحنا والله ما خايفين، لا أنا خايفين من موت، لا أنا خايفين من سجون، ولا أنا خايفين من أي شيطان رجيم. ده مصير بلد، دي معركة بلد، تمردنا عشان الظلم والاستهتار والتهميش والحقارة والعنجهية والتكبر والتهاون بمصير الأمة، ده اللي خلانا نحمل السلاح في وجه البشير وطاغيته. والآن لما جينا فزع البلد جينا فازعين شعبنا وفازعين قواتنا المسلحة التي تؤامر عليها من كل دول الجوار والدول الإقليمية وأبناء البلد الخونة والأحزاب السياسية وضعاف النفوس والطوابير. احنا جينا فزعناها بدون مقابل، وما دارين مقابل لليل لا بكرة، ما دارين مقابل، لكن دارين بلدنا دي تمرق بر الأمان، دارين الخونة دي يتم القصاص من حق الشعب السوداني. ما في حاجة اسمها مسامح. أصلا احنا مع قواتنا المسلحة دي، القوات المسلحة مش قالت الصنفار، البلد كلها صنفرت. قالت مقاومة شعبية، دارين حاجة واحدة من اخواننا في يد الغد المقاومة الشعبية، أن تطلقوا الزمام وأن تجعلوا المقاومة الشعبية مستغلة بكتائبها بمعسكراتها بمقاتليها بجنودها بإمكانياتها، أن تكون سندا لكم في العمليات والمتحركات وفي المعسكرات، ما أن تكون سندا لكم في المدن والحاضر والبيوت. اتركوا لنا هذا زمام الأمر وانظروا ماذا نفعل في الجنجويد وعملائهم. قسما بالله هم اللي يطلبوا التفاوض ويطلبوا بدون شروط، لأن نحن حنخوض معركة كرامة،
معركة وطن، معركة بلد تكون أو لا تكون. التحية من هنا لكل قادة الاستنفار وقادات قوات الاحتياط وقادات القوات المقاومة الشعبية المستغلة. أنا لما أقول مستغلة خدت فيها 1000 استفهام و1000 سطر. والتحية لقادات المتحركات الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل حماية أرضهم أو تنفيذ مهامهم الذي كله في بيه. 2. التحية للفرقة 16 بابنوسة، ده مثال حي عشان تعرف ده الناس قاوموا، شفتوا بوابتها. التحية للفرقة الخامسة مشاء الأبيض، والتحية للفرقة 22 بابنوسة والفاشر وكل الفرق التي صمدت. إني أرى في أبوابها دانات وتكسير وهدم من أجل بأثر القتال والدفاع والمقاومة، لكن الخزي والعار للفرق التي سلمت أنفسها بدون طلقة كلاش. نحن عشان هذا المظاهر وحزن هذا الأشياء المتضاربة فكريا والخيانة المشوهة، إنه ده انسحب وده خان وده باع، يجب أن تكون هنالك مقاومة شعبية مستقلة لمصير السودان. لأنه الجيش جيش شعبي السودان، والجيش لمؤسسة قوات شعبي مسلح باغية، سوف تكون باغية أبى من أبى ورضى من رضى، لكن ما بتكون باغية لغاية، باغية لشخص، باغية لضابط، باغية لفريق ولا لواء ولا مشير، باغية للشعب السوداني وللوطن. أصلا ما خايفين من عالم ولا يرغبون بالمجتمع الدولي ولا الديمقراطية المزيفة ولا حقوق الإنسان المزيفة ولا الكلام الفارغ اللي بيحصل ده، ولا بيجوا بيملؤوا هنا شروط ولا بيفرضوا فينا فرض عشان يكون ماسكين لنا زله. احنا كشعب السوداني ما في دول اقليميه ولا مجتمع دولي داير مننا زله، ولا بيقدر يحاكمنا ولا بيقدر يفتح خشم لنا. ليه؟ لاننا ما اخذنا رشوه من الامارات، لاننا ما ارتكبنا جريمه، بالعكس ان احنا ندافع عن عرضنا وارضنا ووطننا وثروتنا وموروثاتنا وثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا. نحن ما مشينا الا دول في مكانه. عشان كده بنقول طز المجتمع الدولي. ما بهددنا مجتمع دولي ولا بهددونا بيقول لنا الدندر سقطت ولا السنار سقطت ولا الفوله سقطت فالحقوا باقي الولايات. ده ما بهددنا. تسقط 1000 مدينه ونرد 10,000 مدينه. دي الحرب. نحن ما قلنا يا جماعه يئسنا ولا قلنا فكرنا ولا قلنا استسلمنا، نحن قلنا حنقاتل طالما جانا عدو وجانا غزو. نحن ما بنعرف مفاوضات. انت جيتنا عدو، لا تنهب ممتلكاتنا، دار تغتصب حرائرنا، دار تهدد وجودنا. احنا ما عندنا لك حاجه غير القتال. بس المطلوب الان من الدوله، من الاخوه في هيئه القياده، وفروا لنا الامكانيات. عندنا الرجال اللي بيقاتلوا، وفروا لنا السلاح والنار من اموال الدوله، من امكانيات الدوله. بدأوا يسخروا علينا ناس وفدي ماشي له في طياره خسران قريب 100 مليون ولا 10 مليون دولار، جيبوها لنا بسلاح وذخاير. شنو عواطليه ماشيين وإعاشات وفنادق وكلام زي ده، جيبوها لنا نحن بامكانيه عسكريه. يشوفونا نعمل شنو في الجنجويد. والله يخلوهم يجي يدنقروا يكسروا يتفاوضوا. وصلتنا رساله ان بعض قادات الدوله بتوصي اخو ناصر المبارك وكل الذين يدعمون ابو قرون الا يتعاملوا مع هذا الرجل، الا يدعموه. ارفعوا ايدكم منه. ابو قرون ما محتاج لكم ولا لغيركم. خذوها مني انا اللي قاعد بقول لكم الان. اي زول قاعد يدعم ابو قرون يقف معاه ويشوف يقول له لا الزول ده ما تدعمه، ما تقف معاه. ليه؟ عملت شنو ليكم؟ عشان جيت قلت كلمه الحق، عشان جيت قاتلت بضمير في الحرب النفسيه ولا في الميدان ضد الميليشيات الجنجويد. ادوني جريمه انا عملتها. رساله للخونه والطوابير، ادوني جريمه الان ابو قرون عملها في الميدان. هل ابو قرون خان؟ هل ابو قرون تآمر؟ هل ابو قرون مشى انبطح ارتشى من عدو ولا ارتشى من امارات؟ تفتكر ان انا فاضل ناصر المبارك ولا فاضل اشبه ناصر المبارك ولا فاضل زول عنده قروش؟ ابو قرون خرج من البلد دي راجل وجا راجع لها راجل وبيقاتل بكل تجرد. دفعته ما دفعته، اديته ما اديته، هو بيقاتل ما بيستسلم. ده مصير بلدي ده واجبي. عشان دايركم تاخدوها حلقه. ابو قرون ما بيجيبوا عنه تقرير استخبارات. ابو قرون كلام بيقولوا لكم هنا ده وبقول لكم في اي مكان. انا ما خايف من بني ادم ولا خايف من موت ولا من سجن. يا من سجنت
يا من سجنت في السودان ده في زمن الكيزان، وانسجنت في ليبيا دي اكثر من سنه، وثاني 6 شهور، وثاني شهرين. السجن ما بيهدد، الموت والسجن ما هو الصدق. يا ما متنا، يا ما ضربنا، يا ما شفنا الموت بعيننا. نحن ما الناس اللي بخوفوهم. نحن لو كان بخوفونا حقيقه، نحن لو كان فعلا بيهددونا، ما كان حملنا السلاح ضد الدوله. كان بها ميليشيات دعم سريع متمكنه، بها جهاز امن ومخابرات، كان عنده سلاح، عنده طيران، عنده دبابات، عنده مدفعيه، وجيش عنده جرارات من الجيوش والاسلحه المتطوره والطيران. نحن والله عشان ما قبلنا الذله وما قبلنا التهميش وما قبلنا الحقاره، والله اخترنا طريق الموت. عارفين انه حيقتلونا، عارفين انه حيبيدونا في الغابه دي، عارفين انه حيمسحوا بين الارض، لكن ما خفنا. نحن مرقنا من اجل قضيه بلد وما حنستسلم. خذوها. ما ابو قرون لو فضل براو حيقاتل حتى يقتل، لكن ما في استسلام. وبالعكس كل من يحاول يكسر مقاد فيه ربنا قاعد يقويني، وكل ما يحاول يرموني ويضيقوا عليه الخناق ربنا بقويني. انا بقاتل من اجل حقي واجبه، ما بنقاتل من اجل مصلحه دوله، ولا من اجل مصلحه لواء، ولا من اجل مصلحه غايد، لمصلحه بلدي. سوف تظل ميليشيا الجنجويد ميليشيا، وسوف تظل مرتزقة. أنا لا أسميها دعم سريع، أسميها ميليشيا ومرتزقة الجنجويد ده. أيوه ده اسمها الصحيح. حرامية شفشافة، لا دين لا أخلاق لا قيم، ومن عاونهم كذلك. نحن رسالتنا واضحة، قلنا كل الشعب السوداني خلف القوات المسلحة، لكن أمثال هذا المؤتمرات وأمثال هذا المفاوضات اللعينة اللي بتجمع القحاطة الذين أكثروا في الأرض الفساد وسفكوا دماء الشعب السوداني ونهبوا ودمروا ممتلكات الشعب السوداني، دي خيانة بالنسبة لنا نحن. ما عندنا أي تقييم، ده تقييمنا لا نحن. والله وتالله لو أنا كنت في هذا المؤتمر لما خرج قحاط واحد فيه، ولو كان روحيانا تكون أول روح تصعد للسماء، لما خرج واحد في المؤتمر ده منهم. القحاطة ناس حمدوك بالذات في أي دولة، إن ربنا ده حي جمعني قسما بالله لن يشوفوا تاني الدنيا ولا يشوفوا الحياة. عشان كده أنا بقول البلد اللي ما فيها التمساح بيقتل فيها الورم، وده امتحان رباني، كون يعطي الجبان وأشبه الرجال القوة والإمكانيات، ولا يعطي الوطنيين ولا همهم مصير أمة مصير بلد إمكانية. فدي تقديرات إلهية نحن قبلنا بها. أصلا نحن ما بنشكك في أخواننا في القوات المسلحة ولا في قيادة أخواننا في القوات المسلحة، بس دايرين منهم حاجة واحدة، أن يحترموا الشعب الذي التف من حوله، وأن يغيموا ويقدروا الشعب الذي التف من حوله. ما يقول لك الشعب السوداني يكون ما في شعب سوداني، الناس دخلوا الدندي، الناس دخلوا سنجة الشعب فزل، ده الفيزا ما حقنا، ده ما مثل نفسه. لكن الشعب السوداني قاعد الآن وهو حامل سلاحه وهو يقاتل من أجل مصيري ومصير بلدي، لا بيمشي بيهرب بيمشي مصر، لا بمشي دولة ثانية، والله يمرق من ولاية لولاية وحتى يموت. فدي نصيحتي أخواننا اللي بيفاوضوا، أخواننا اللي عاملين فيها فلاسفة، وقعنا ما ضيعتنا إلا السياسة والفلسفة، ما ضيعتنا إلا التنظير، ما ضيعتنا إلا كثرة التخطيط. أنا والله في حاجة واحدة عجبتني في كلام جبريل إبراهيم، قال الناس تمرق من بيوت الناس وممتلكات الناس. طيب أنا والله وتالله بعد يمرق من بيوت الناس ويمشي يقعدوا معسكراتهم، عندنا رأي آخر. ده حق، ده حق من حقوقنا، ما بنجامل فيه. أنا زعلت في هذا المؤتمر ما في ممثل واحد للمقاومة الشعبية التي تمثل الشعب السوداني، من حق. اوعك تجي تقول لي مقاومة شعبية دي قوات مسلحة، لا لا، نعم هو مساندة للقوات المسلحة، ده المسمى الصحيح، لأنك أنت بتجيب لها لواء أو ضابط معاش بيستخدم التكتيك والأسلوب والاستراتيجية العسكرية، وهو مواطن ما عنده علاقة بالعسكرية، مستحيل يمشي، مستحيل يقدر يتعايش معاك، مستحيل يقدر يقود معاك. لا، نحن دارين المقاومة الشعبية دي أن يقودوها أبناء وطن مجاهدين في سبيل الله، أن تكون لها كتائبها، أن تكون لها استراتيجيتها وخطتها المشتركة مع القوات المسلحة. القوات المسلحة مرقت متحرك ب20 عربية، هي تمرق ب20 عربية، قوة مساندة.
امكانيات الشعبيه، الجهد الشعبي ده يسخروه بحديد وسلاح وباحسن التسليح لابناء البلد. الهمهم السودان، مش الهمهم الواحد بكره يلقى له غنيمه ولا بكره يلقى له منصب ويبقى مارق ويعمل له مصالح. نحن ظلينا صابرين قريب السنتين الان في الحرب، شايفين وصامتين وبنعاين وبنجامل وبنمشي، لكن برضه بني ادم عنده حد. نحن الدنيا دي قنعنا منها ذاتها، عيشه زي دي ما دايرينها، قنعنا منها تب. احسن الزول يموت، ربنا اكرم من البشر في ظهر الارض. عسى الله ان يكرمك، ان يدخل الجنه، ان يجعل لك غوم خير من هذا الغوم، ام بلد خير من هذا البلد. قنعنا وزهقنا من الشيء اللي بيحصل ده. نحن عارفين خطط والاستراتيجيه العسكريه. نحن من هنا بنقول لاخواننا في القوات المسلحه، الشعب قال جيش واحد شعب واحد. الحته دي حللوها 1000 تحليل، والشعب التف حول جيشه لانه واثق في جيشه. السياسيين ممكن يمشوا يقعدوا يسووا ويفعلوا ويتركوا، لكن القرار الذي قاله السيد الرئيس عبد الفتاح البرهان سابقا، نحن ما بنفاوض زول برا. الكلمه دي يجب ان تمسكوا فيها قوي، الشعب السوداني ماسكها. نحن ما بنجلس مع الناس ديل، يجب الكلمه دي ان يتم تطبيقها في ارض الواقع. نحن ما بتهمنا الهزائم، يعني شنو هزمونا هنا وهزمونا هنا، حنعيد صفوفنا وحنهزم عدونا. اذا كانت ضغوط دوليه، نحن اللي حنواجه الضغوط الدوليه كمقاومه شعبيه وكشعب سوداني وكمصنفين، نحن حنواجهه. عندنا شنو المجتمع الدولي، قدم لنا شنو المجتمع الدولي. الدائره مننا شويه تيجي تضغط تقول تفاوضوا، نار قبلاننا معركه اكثر من كده وحرب اكثر من كده وجبهه اكبر من كده، لا ما في. عشان كده انا بقول ما بهددونا بالموت. اصلا بننبطح لقرارات دوليه ولا ضغوط دوليه. صحيح انت ممكن سياسي، ممكن انت عندك جريمه عملتها في ضغوط دوليه في كرت زله لك، لكن المقاومه الشعبيه والشعب السوداني ذنبه شنو تكتفوا؟ ذنبه شنو تدخلوا معاك في نفس القفص؟ ما تخليه مستغل، خلي المقاومه الشعبيه مستغله عشان تقدر تدافع عنك انت بعدين لما يجيبوك بضغوط دوليه ولا كروت دوليه. خلي المقاومه الشعبيه مستغله، هي هي بتدافع عنك، هي اللي بتقول لا، مش انت اللي حتقول لا. اي زول عمل جريمه في الدوله دي قديم او جديد وعليه ضغوط وكروت دوليه، ما يحمل الشعب السوداني مسؤوليتها. الشعب السوداني مهمته حاجه يدافع عنك كسوداني ابن بلد، كضابط من ضباط جيشه، كقائد من قادات البلد. من حقنا ندافع عنك ونقلعك بالقوه من المجتمع الدولي احنا كشعب سوداني، لانه البلد دي حقت الشعب السوداني، والقرار اللي فيها قرار شعب السوداني. عشان كده انا تابعتها وابعدوني بكل الطرق. بيحاولوا بيبعدوا ابو قرون من المقاومه الشعبيه، بيحاولوا بيبعدوا ابو قرون من الاستنفار، بيحاولوا بيبعدوا ابو قرون من كل ليه؟ دول طوابير انا عارفهم. الهدف كلهم ليه؟ لانه عارفين خطه ابو قرون، عارفين ابو قرون بضع قواعد واساس لمقاومه شعبيه في السودان. والله حتكون قوات سند حقيقي لقوات مسلحه ثاني ان جات امريكا ولا العالم كله اجتمع ما يقدر يهز السودان ده بشيء. لانه نحن لما نقول بندعم جيشنا ما بندعم مزيفين، ما بندعم بوشين، وشنا واحد، بندعمك بوش واحد. حنكون سند ليك، سند حقيقي قوات مسلحه. ما دارين نسندك، ما دارين نسندك. ما عندنا كلام بلبدوه ولا عندنا مجاملات ولا بنعرف تغطيات. الخباثه اللي بتعرفوها انتوا كلها. وفي كثير من وصلنا قال يا اخي ابو قرون ده صفوه، قال ابو قرون ده فعلوا له، وعملوا محاولاتهم الاولى والثانيه والثالثه، وانا متاكد يومي ده عند الله ان كمل لا برهان بيحجبني ولا حمايات ترسانات عسكريه بتحميني ولا شفت اب بيحمي ولا ام بتحمي ولا ملك ولا نبي بيحمي. خلاص يومك كمل بتمشي. اقتنع واقنع نفسك بانك انت مصيرك هالك. الموت اللي انت خايف منه ده مصيرك حتموت. الله كتب لك دي حتلقاها، كان سجن ولا موت. انا ابو قرون اعتبروني ميت، لكن رسالتي للشعب السوداني والمجتمع السوداني وشرفاء الوطن في القوات المسلحه وهيئه القياده وكل الاجهزه الامنيه، ابقوا 10 على مصير البلد. ابقوا 10 على مصير البلد. مصيركم كم مشيتوا 1000 دوله، مصيرك تجي راجع لوطنك، لانه ده مراحك. قالوا العرجل يا مراح، ده مراحك. ده
بلدك، كان شلت اولادك وديتهم تركيا، وديتهم مصر، مصيرك الدول دي حتنقلب يوم من الايام فيك، وحتكشك وحتذلك، وحترجعك لوطنك القبيل فزيت خليته للمرتزقه وللجنجويد وللاستعمار. انا ما بفاوض في بيتي محتل، انا ما بفاوض زول وناهب حقي وقاتل اولادي، عندي حق. العفو عند المقدره، العفو ما بالقوه، عند المقدره. اي انسان سوداني عفى حقه، اسمعوا كلامي جيدا، بعد الدمار والاغتصابات، دي خيانه بالنسبه للسودان، خيانه للشهداء، خيانه لتدمير الناس، خيانه لانتهاك حرمات الناس، خيانه لتدمير الوطن وبنيته التحتيه. اي سوداني ما تقول لي انا عفيت، عفيت ليه؟ اديني ده السبب بخليك تعفى. اي زول بيقول لك انا عفيت، انا بالنسبه لي خاين. اقاتلك اقتلني، ربنا ذاته امر بجهاد قاتلوا ان قتلتم على حق الجنه حقتنا. انا بقاتل ليه؟ لانه ما مشيت تشاد ولا مشيت افريقيا الوسطى ولا مشيت ليبيا ولا مشيت، قاتلتهم هناك وقلت عندي حواكير ولا عندي حق جدي ولا دي دوله 56. لا، انا الان بدافع عن نفسي، انا بدافع عن عرضي وارضي. نحن مع قواتنا المسلحه كمؤسسه وطنيه تورث لاجيالنا، ولا نداهن في قضايا امتنا المصيريه ولا مساومه فيها. والشعب السوداني سوف يكون ملتف حول قواته المسلحه، وسوف يتم تفعيل المقاومه الشعبيه بالطريقه اللي عايزها الشعب وعايز الوطن وعايز البلد، رضا من رضا وابى من ابى. اذا مات ابو قرون احنا مجهزين خارطه وطريق للمقاومه الشعبيه. لو بعد 100 سنه حياتي من ينفذ هذا الكلام، لان التي يقاتل الان في الميدان لست قوات مسلحه براه، انما الشعب السوداني وابناء الشعب السوداني في جميع اجهزته الامنيه ومستنفريه ومقاومته الشعبيه، هم الان يقاتلون لتحرير الوطن من دنس التمرد والخونه والعملاء بتاعين السفارات. وعندهم حق بالله يتحدثوا، بالله عندكم حق تتكلموا يا قجر يا عملاء السفارات، عندكم حق تتكلموا باسم الشعب. لا تذكروا الشعب في ألسنتكم ولا سودانيين، وانتم منفيين من هذا الارض لانكم عزتوا فساد، وربنا قال من قتل الناس وعاث في الارض فساد فانفوه من الارض او يقتل. نحن ما نخالف كلام الله، حتى ان نقتل نحن لن نخالف كلام المولى عز وجل. نحن مسلمين بالفطره وتربينا على قيم وتربينا، عندنا اخلاقنا وعندنا مبادئنا ما بنبيعها ولا بنغيرها. اصلا بنجامل في مصير البلد، زي ما محمد صديق اخوي مات شهيد، انا برضه فتش شهاده وحلقاه باذن الله سبحانه وتعالى. زي ما اخوي الرائد محمد احمد علي الفاضلابي استشهد في الفاشر بثباته بصموده ومعروف كان موقفه، وزي الرجال ناس اللواء ايوب وغيرهم من الشهداء الذين سبقونا. ده طريقنا، ده طريق الشرفاء، ده طريق الرجال، ده ما طريق اشبه الرجال، ده طريق الرجال، طريق ده مصيرنا كلنا. حمود، لكن نتمنى رسالتنا تصل اي مواطن سوداني، وتصل اي عسكري شريف واي ضابط شريف واي قائد شريف همه الوطن ومصير البلد، ولو كان يمتلك مثقال ذره من الوطنيه. الرساله دي خدتها في ارشيفكم، الرساله دي يجب ان تطبق، يجب ان تكونوا رجال حقا. اذا ضربت واجعت، واذا مشيت واسرعت، واذا تكلمت اسمعت. ان ادوك مال بينتهي، ان ادوك سلطه ما حتدوم، ان عشت مهما عشت في النهايه ما حتخلد، حتموت. عيش بكرامه فوق هذا الارض او موت، وامشي قابل ربك وانت صادق وانت مجاهد. وانا الان اتحدث من داخل السودان،